الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنشرح موقع اليوتيوب الخاص بالفيديوهات، شركة الفيديوهات على الانترنت. اول حاجة نعرف لينك الموقع www.youtube.com. زي ما احنا شايفين دي الصفحة الرئيسية اللي انت بتخش عليها، ده لو مالكش اكونت على اليوتيوب. لو احنا عملنا ساين ان عشان نخش بالاكونت بتاعنا، احنا كده عملنا ساين ان. دخلنا بالاكونت زي ما احنا شايفين، الصفحة الخاصة الصفحة الرئيسية بتاعتنا اتغيرت. هنلاقي الصفحة تتكون من كذا حاجة. اول حاجة فوق السيرش، تاني حاجة المنيو بتاعتنا اللي فيها فيديوز وتشانلز وسبسكريبشنز وهيستوري وابلود. هنشرح كل واحدة فيهم. والصفحة الجزء الرئيسي في الصفحة، وبيتكون الجزء الرئيسي من حاجات اسمها موديولات، ودي بنتحكم في طريقة عرضها. فاحنا شايفين اول موديول فيتشر فيديوز، وهو الخاص ب ده الخاص ب اللي هي الفيديوهات اللي هي مميزة عندهم. في سبسكريبشنز ده بيعرض لو انت مشترك عند حد تاني بيعرض اخر فيديوهات هو عملها. وفي فيديوز بينج واتشد ناو، ودي الفيديوهات اللي هي بيتم مشاهدتها دلوقتي. في حاجة أخيرة، في حاجة هما بيعملوا statistics and data. دي الفيديوهات اللي بيديلك داتا أو بيديك إحصائيات عن الفيديوهات اللي أنت تم رفعها من عندك على الأكونت بتاعك. زي ما احنا شايفين هنبتدي بأول حاجة بالفيديوز. لو احنا ضغطنا على الفيديوز، ده اللينك ده خاص بعرض الفيديوهات اللي تم رفعها على الموقع، ودي مقسمينها الكاتيجوريز أو فئات حسب كل فئة. لو احنا شفنا على الشمال ممكن نألف الفئات، مثلا نفتح education مثلا، هنلاقي الفيديوهات بتاعت الإديوكيشن موجودة هنا زي ما احنا شايفين. لو احنا عاوزين مثلا شفنا فيديو وعاوزين نشوفه بعد كده، في حاجة اسمها كوت ليست، وده هنشرحه بعد كده. في طبعا الفيديوهات دي خدمتين جداد بتقدمها جوجل، وهي يوتيوب ايديو، وده خاص بالمواقع التعليمية. وفي الموفيز تريلرز اللي هو خاص بعرض اعلانات الافلام الجديدة. هنبتدي باول حاجة باليوتيوب ايديو. لو احنا فتحناه، وده خدمة خاصة باليوتيوب على الانترنت. ودي دي من خلال جامعات مشتركة مع اليوتيوب بتعرض الفيديوهات اللي خاصة بيها، بتشرح مواد معينة زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة للفيديوهات. تاني خدمة بتقدمها جوجل خدمة جديدة اسمها الموفيز تريلرز. لو احنا دوسنا على موفيز هنلاقي في حاجة تريلرز، وده خاص بالإعلانات الأفلام الجديدة اللي بيتم عرضها في أمريكا. ده بالنسبة لفيديوز. وكده احنا شرحنا أول لينك في القائمة. تاني لينك اللي هو الشانلز، وهو قريب من الفيديوز، بس هو بيبقى كل يوزر أو كل مستخدم على اليوتيوب بيبقى ليه حاجة اسمها تشانل أو قناة. برضو القنوات دي متقسمة حسب فئات معينة انت بتختارها بعد كده، وهنوضح ازاي ممكن تختارها لما تيجي تعمل اكونت. لو احنا دخلنا على قناة مثلا زي الاسوشيت بريس، ودي خاصة بالصحافة، هنلاقي هيتعرض الصفحة الخاصة بيهم على اليوتيوب مع الفيديوهات اللي هم رافعينها. هنلاقي دي الصفحة الخاصة بيهم زي ما احنا شايفين، وهنتعلم ازاي برضو نعمل لنا صفحة خاصة بيهم. دي بيعرض لك اخر فيديو ليهم والمعلومات الخاصة بيهم على الشمال هنا، والفيديوهات اللي هم رفعوها.
ده بالنسبة لللينك التاني على الصفحة الرئيسية وهو الخاص بالشانلز. هنتكلم بعد كده عن السبسكريبشنز. زي ما احنا شايفين، لو احنا رحنا الصفحة الرئيسية بتاعت جوجل بتاعت يوتيوب، هنلاقي في لينك اسمه سبسكريبشنز، وده لو فتحناه، وده معناه ايه؟ معناه الاشتراكات، وده معناه ان انت مشترك في قنوات ناس تانية او في اكونت تاني، بحيث ان هو بيديك اخر فيديوهات تم رفعها على من المستخدمين دول. زي ما احنا شايفين، احنا دي الفيديوهات، اخر فيديوهات مرفوعة على الاكونت بتاع انا عربي، ودي خاصة بالفوتوشوب زي ما احنا شايفين. في رابع حاجة الهيستوري، وده خاص بتاريخ، ده زي ايه؟ زي بيديك تاريخ عرض الفيديوهات بتاعك. يعني لو احنا دوسنا عليه هيظهر لنا اخر فيديوهات انت شفتها على اليوتيوب. اخر حاجة اللي هي خاصة بالابلود، لو احنا دوسنا عليها هيظهر لنا لو انت عاوز ترفع، لا اما ترفع ملف فيديو عشان تعمل له شيرنج على اليوتيوب، او تسجل من على ويب كام، او تعمل ابلود من الموبايل بتاعك. زي ما احنا شايفين الابلود هم مشترطين ان انت ممكن ترفع لغاية 10 فيديوهات في المرة الواحدة. لازم يبقى الفيديو اقل من 2 جيجا او اقل من 10 دقايق في عرض. وبعد كده لو احنا دوسنا فيه بيديك زي حاجة اسمها يوتيوب هاند بوك، ده عشان يرشدك ازاي تسجل تسجل فيديوهات على اليوتيوب. ده بالنسبة لللينكات الأساسية في الصفحة الرئيسية الخاصة باليوتيوب. شكرا.